ورسوله، واصلي واسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كثر الحديث هذه الايام عن فلسطين وغزه، وانتم تسمعون كل ذلك في الاخبار المتعدده المصادر. فلماذا كل هذا الاهتمام؟ واين تقع فلسطين؟ فلسطين على حدود مصر الشرقيه، هي الجار الاول لمصر من الشرق. احتلتها اسرائيل منذ عام 1948 وهجرت اهلها ودمرت شعبها، وما زال الشعب الفلسطيني مجاهدا ومرابطا حول المسجد الاقصى. فلماذا اهميه الاقصى والقدس لنا كمسلمين او كمسيحيين؟ فلسطين بها المسجد الاقصى الذي بارك الله حوله، والذي كان مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاه في المسجد الاقصى الركعه تساوي 1000 ركعه، يعني لو صليت فجر فهو 1000 فجر، ظهر فهو 1000 ظهر. هذا للمسلمين. اما الاخوه المسيحيين فالقدس فيها بيت لحم الذي ولد فيه سيدنا عيسى عليه السلام، فيها كنيسه القيامه اكبر الكنائس في العالم واهمها. فالقدس ارض مقدسه للعرب مسلميها ومسيحيها، فيجب ان نحافظ عليها. اما عن شعب فلسطين المرابط المجاهد العظيم فانه يضحي ويبذل الدم ويبذل الغالي والنبيذ من اطفال وشيوخ ونساء على مدار 80 عاما دون كلل او ملل. فلهم منا كل التحيه. نحيي ارواح الشهداء، نحيي ارواح الامهات اللاتي ضحين بابنائهن وفرزات اجدادهن من اجل هذه الارض المقدسه التي تهم كل العرب. ففلسطين قضيه كل العرب وليست قضيه اهل فلسطين فقط. ولذلك نحيي وندعم ونساند القياده السياسيه التي تقف في وجه العدو الاسرائيلي، ونساند كل من يقف في وجه اسرائيل العدو الصهيوني الغاشم. ولذلك سنقف الان دقيقه حدادا على ارواح الشهداء. يعني ايه دي احداث؟ اللي ما تعرفش من البنات الصغيرين يعني ايه دي احداث؟ الساده الزملاء، الدقيقه الحداد معناها الوقوف بصمت، ممنوع الكلام، ممنوع الحركه، صمتا وحزنا على ارواح الشهداء. نقف الان هنقف الان دقيقه حداد في صمت بدون حركه. دي احداث وصمت. انتهت الدقيقة. فلسطين صبرا إن للفوز موعدا، فإلا تفوزي اليوم تنتظري غدا، ضمان على الأخطار نصر مجاهد، يرى الموت أن يحيا ذليلا معبدا، إذا السيف لم يسعفه أسعفه نفسه، ببأس يراه السيف حتما مجردا، يدبرون ملكا في فلسطين باقية، على الظهر يحمي شعبهم إن تمردا، يدبرون في تفويضها كل حيلة، ويأبى لها إيمانها أن تعودا. لا للنجس مسوى ومرقدا، كلنا فداء للاقصى، كلنا فداء لفلسطين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.